مرحلة جديدة من الصدامات تستعد تونس لمواجهتها، فالخطوة التي أقدم عليها الرئيس قيس سعيد لمكافحة الفساد بإصدار مرسوم رئاسي يقضي بمراجعة الانتدابات في الوظائف الحكومية بعد ثورة 2011 لإعفاء كل العاملين الذين تم توظيفهم بشهادات مزورة أو بولاءات سياسية لن يمررها معارضوه مرور الكرام، حيث أحدثت هذه القرارات جدلا كبيرا في الأوساط السياسية المتوجسة من الرئيس. خاصةً يعني إنه في فترة ما بعد 2011 تعرضت الإدارة التونسية إلى اختراق إخواني على يعني مستوى الوظيفة العمومية، وأيضًا أحدثت ضغط كبير على الوظيفة وعلى القطاع العام، وتطبيقًا لنظرية التمكين التي اعتمدتها حركة النهضة وحلفائها، فتم إلحاق أناس يعني غير أكفاء ولا مؤهلين بالمؤسسات الحكومية، فضلًا على تدليس يعني شهائد مدرسية وعلمية لأتباعهم. تتضارب المواقف حول هذا المرسوم. المعارضة ترى أن سعيد يتجه في سابقة خطيرة لتصفية خصومه على أساس الهوية السياسية في محاولة أخرى منه لتغطية فشله في تغيير الواقع التونسي، بينما بارك أنصاره هذا القرار داعمين فكرة محاربة موظفين متحزبين يلعبون دورا تخريبيا في الإدارة لتعطيل برنامج الرئيس. ومؤخرا يعني كان رئيس الجمهورية حتى في تصريحه في اللقاء الذي قام به في أحد البنوك مؤخرا أنه يوجد هنالك من يقود وزارة، وهو يعني رئيس مصلحة بوزارة، وهو لم يتحصل على شهادة البكالوريا، وإنما قام بتدليس شهادة البكالوريا، وقام أيضا بتدليس الإجازة. منذ أن نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية تعيش الإدارة التونسية إرباكا كبيرا، وتتخوف المعارضة على رأسها حركة النهضة وجبهة الخلاص والتيار الديمقراطي والحزب الجمهوري وغيرها من الأحزاب من مصير آلاف الموظفين.